بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم محمد مكاوي، مدرسة قيس بن أبي العاص. اليوم نتكلم عن درس تعليمي عن برنامج سكراتش. أول حاجة نتعرف على طريقة فتح البرنامج. بنروح على قائمة ابدأ، بعد كده بنروح على All Program، وبعد كده بندور برنامج سكراتش. نضغط على الرمز برنامج سكراتش. هنا فتح معانا البرنامج. نتعرف على واجهة البرنامج. أول حاجة عندنا هي المنصة، والمنصة ديت مقصود بها الخلفية البيضاء الموجودة خلف الكائنات. أي شيء يكون موجود على سطح المنصة بيسمى كائن. كمان عندنا زر الإيقاف وزر التشغيل. في موجود كمان عندنا 3 أدوات لإضافة الكائن. الأداة الأولى وهي إضافة كائن عشوائي، وعند الضغط عليها يتم إضافة كائن عشوائي على المنصة. أما النجمة الثانية وهي لإضافة كائن من ملف، وعند الضغط عليه تفتح نافذة. النافذة ديت بيكون موجود فيها مجموعة من المظاهر، وليكن مثلا إن أنا هختار من الكائن بيبل، وحدد الكائن المسمى بوي. بعد كده بختار موافق. هنا تم إضافة الكائن. كمان في عندنا الأداة الثالثة وهي لإضافة كائن رسومي، وهنا يتم رسم الكائن المراد إضافته، وليكن نضيف نجمة عن طريق أداة الخط، ومن أداة التعبئة ممكن نلونها باللون الأحمر. ثم الضغط موافق، وبذلك نكون أضفنا مجموعة من الكائنات. نتعرف على مجموعة الأدوات الموجودة أعلى المنصة، وفي عندنا هنا 4 أدوات. الأداة الأولى وهي لتصغير حجم الكائن. عند اختيار الأداة والضغط على الكائن باستمرار يتم تصغير الكائن. ولتكبير الكائن مرة أخرى نختار أداة تكبير حجم الكائن من أعلى المنصة، وبالإضافة إليها نضغط على الكائن مرة أخرى يتم تكبير الكائن. أما لحذف الكائن من على المنصة فهناك أكثر من طريقة. الطريقة الأولى وهي اختيار أداة الحذف اللي هي موجودة أعلى المنصة وهو المقص، ثم الضغط على الكائن، بذلك يتم حذف الكائن. وطريقة أخرى بالضغط بزر الفأرة الأيمن على الكائن ثم اختيار حذف، وأيضا بالضغط على زر الفأرة الأيمن على الكائن واختار حذف من جزء الكائنات. أما لتكرار الكائن مرة أخرى فنذهب إلى أداة المضاعفة، ثم نضغط على الكائن، وبذلك نكون كررنا الكائن مرة أخرى.